تخيل إنك ماشي في شارع عادي، فجأة ترفع راسك تشوف مبنى ضخم كأنه من عصر تاني، شبابيكه عالية بشكل غير منطقي، أبوابه عملاقة، وتحس إنه معمول لناس أطول وأكبر من البشر اللي نعرفهم. تسأل نفسك مين بناه؟ وليه؟ هنا تبدأ الحكاية. في خرايط قديمة اسم اتكرر مئات المرات: ترتاريا العظمى، إمبراطورية ضخمة كانت بتمتد من بحر قزوين لحد المحيط الهادي. لكن الغريب، مفيش أي ذكر ليها في كتب التاريخ، كأنها اتمسحت بممحاة سحرية من ذاكرة العالم. الرحالة الأوروبيين حكوا عنها سنة 1689، قالوا إنه عندهم مطابع متطورة، أسلحة بتشبه الليزر، طيارات في السماء، وكهرباء مجانية بتتجمع من الأثير. مش بس كده، كانوا بيقولوا إنه سكانها مختلفين، أكبر من البشر العاديين، عشان كده معمارهم كان عملاق ومهيب. لكن فجأة الحضارة دي اختفت. البعض بيقول الطوفان الطيني دفن كل شيء، والبعض الآخر شايف إن دول كبرى سرقت علومهم وابتكاراتهم وبدأت تقدمها لنا بالتدريج كأنها اختراعات جديدة. والأغرب إن السور اللي نعرفه النهاردة باسم سور الصين العظيم كان بيتقال عليه زمان سور ترتاريا العظيم. ولو ركزت هتلاقي إن اتجاهاته أصلاً متصممة لتحمي ترتاريا مش الصين. طب فين الدليل النهاردة؟ هياكل عملاقة اختفت فجأة من المتاحف، مباني غامضة في مدن مختلفة كأنها نسخة كربون، وحصون على شكل نجمة العلماء بيقولوا دفاعية، لكن البعض شايفها محطات طاقة قديمة. هل فعلاً في إمبراطورية اتشالت من التاريخ؟ ولا ترتاريا مجرد اسم أوروبيين كانوا بيستخدموه للمجهول؟ يمكن الحقيقة مش مهمة بقدر السؤال. لو التاريخ ممكن يتمسح ويتكتب من جديد، إزاي نثق في الحاضر اللي بيتزيف قدام عينينا؟